السلام عليكم يا سيادي السامعين. اليوم غادي نحكي لكم على حكاية من مدينة سطات. أول حاجة غادي نعرفكم على مدينة سطات. كيقولوا جات من كلمة سطا، يعني هي الوسطى، حيث سطات جات وسط الطريق بين الدار البيضاء ومراكش وفاس. كانت ديما بلاصة ديال الراحة ديال القوافل والتجار. الناس زمان كانوا كيقولوا اللي بغى يرتاح في النص يبات في مدينة سطات. سطات هي عاصمة الشاوية، أرض الخيل والفروسية والتبوريدة، أرض فلاحية، القمح والشعير والزيتون، مدينة العلم فيها جامعة الحسن الأول، مدينة الأولياء عامرة بالأضرحة والزاوية بحال سيدي الغليمي وسيدي حجاج. الناس سطات معروفين بالكرم والنية، ولكن حتى بالهيبة. الشاوية حرة وما كيخاف كلامه، في الوزن ومتمسكين بالعادات، خاصة مع الأولياء الصالحين. أي دعوة طلبتيها من قلبك تما يا تصيب يا تضرب. داكشي علاش الناس كتحترم المآثر وما كتلعبش فيهم. سيدي الغليمي شكون هو؟ ولي صالح من القرن 17، كان يداوي بالقرآن والماء المرقي. الناس كانت كتجيه من كازا ومن مراكش ومن مدونة بعيدة، منين ما دفنوه فوق تلة حدا الواد، وبقات البركة ديالو تماك حتى اليوم. تقدر تقول هكا، يعني قصة واقعية. قبل ما نبدا لكم الحكاية خاصكم تعرفوا فين غادي نديكم لمدينة سطات، عاصمة الشاوية، مدينة الوسط، مدينة الكرم، ولكن حتى مدينة الأسرار، حيت في سطات كاين المآثر وكاين سيدي الغليمي، وبين البركة ديال النهار واللعنة ديال الليل كاينة قصة عمركم ما غادي تنساوها. كان يا مكان في 1600 كان في مدينة سطات رجل سميتو مولاي الغليمي. كان طبيب، ولكن ماشي ديال الدواء، ديال القرآن، حيت أي واحد يجيه من مكان بعيد ومريض يغسل ليه بيديه ويقرأ عليه القرآن ويبرى. الناس سماوه سيدي الغليمي حيت كان يغلم الجراح نهار ما دفنو فوق التلة حدا الواد وبنو عليه ضريح صغير من الطين والحجر. وملي دفنوه 7 ديال الرجال ما باينينش جاو وقفوا حدا القبر ديالو وقالوا: عاهدناك يا سيدي الغليمي نحرسوا أرضك بنهار رحمة وبالليل حساب. ومن ديك النهار سماو البلاصة المآثر، يعني البلاصة اللي كيتأثر فيها بالدعاء. ندوزو دابا لعنة الحفارين. دازت سنين وجاو الناس بغاو يوسعوا الطريق، قالوا هاد التلة خصها تحيد. جابوا 3 ديال الحفارين، عبدو ورشيد والحسين. الليلة الأولى وهما كيحفروا سمعوا صوت من تحت الأرض، خرجوا هادي أرض سيدي الغليمي. ضحكوا قالوا غير الريح. الليلة الثانية خرجوا عظام قديمة. نفس الليلة عبدو رجع لدارو، لقاو في الصباح ميت في فراشو وعلى الحيط مكتوب بدم حرمة. الليلة الثالثة رشيد اختفى، قلبوا عليه 3 ديال الأيام، لقاوه في الواد عينيه محلولين وفمه محلول بحال شاف الشيطان، وفي ايدو كان شاد رمل ديال المآثر. والحسين من ديك الليلة هرب من مدينة سطات واختفى نهائيا، ما عمرو رجع. وكيقول شفت 7 ديال الضلال واقفين وعينيهم حمرين، وقالوا لي الدور ديالك جاي ان شاء الله. ومن ديك النهار البلدية عمرها ما قربات المآثر. خديجة وبنت الواد في 2025. في 2005 كانت في مدينة سطات بنت سميتها خديجة، عنيدة وما كتخافش. صاحبتها فاطمة برات من المرض ملي مشات لسيدي الغليمي مع الفجر. خديجة قالت: خرافات، أنا غادي نمشي مع 12 ديال الليل ونشوف
خدات التليفون ديالها ومشات بوحدها. الدنيا ظلام والكلاب ساكتة. وصلت للضريح، كلشي عادي. قالت بصوت عالي: أنا هنا يا سيدي الغليمي، فينك؟ فجأة الريح ناضت والشمع اللي كانت في الضريح كاملة طفات. سمعت صوت ديال راجل كبير: علاش جيتي فوق الحساب بنتي؟ خديجة تخلعات: جيت نشوفك. الصوت: شفتي دابا الدور ديالك؟ الكاميرا ديالها صورت آخر حاجة: 7 ديال الدلال خارجين من الضريح وكيجرو جهتها. ومن بعد صوت ديال الماء والغوات. لقاو التليفون ديالها من بعد 3 أيام مرمي حدا الواد. وخديجة لقاوها في الواد، شعرها كامل ولا أبيض، وعلى وجهها الخلعة ديال 100 عام، وفي يديها الرمل ديال المآتر. القانون المآتر من ديك النهار كبار سطات حطوا القانون ديالها: ما تمشيش المآتر مع 12 حتى الفجر، ما تصورش ضريح بالفلاش، ما تضحكش ولا تسب تماك، الا سمعتي النداء ما تجاوبش. الفقيه ديال سطات قال: سيدي الغليمي، الحي بالروح بالنهار كيعطي البركة وبالليل كيحاسب. و7 ديال الحراس كيقلبوا اللي كينهتك الحرمة. سنة 2023 3 ديال الشباب كانوا من كازا جاو يتحداوه، دخلوا مع 12 ديال الليل وتصوروا وضحكوا. في الصباح لقاو التليفونات حدا الواد وهما تختفاو. حتى اليوم لا خبر. دابا انت الى انتي من مدينة سطات ولا غادي تدوز من تماك، سمعني مزيان يا ولدي ولا بنتي. سير للضريح سيدي الغليمي، طلب البركة، ولكن خرج قبل ما يضرب المغرب، حيت ملي كيضرب 12 الباب ديال عالم اخر كيتحل، وكتسمع صوت 1 2 3 حتى ل7. ومن بعد باقي بلاصة خاوية، شكون غادي يعمرها؟ إياك تجاوب. وهذه كانت حكايتنا في المآثر ديال مدينة سطات عن سيد الغليمي. وإلا عجبتك القصة اكتب الله يرحم سيدي الغليمي في التعليقات، ولا انت من سطات قولي لينا واش عمرك دزتي من تما بالليل. دابا وصلنا لنهاية القصة، وإلى اللقاء، إلى حكاية وقصة جديدة إن شاء الله.